بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت مباراة فاركو وبيراميدز. المباراة كانت ممتعة، مباراة استمتعنا بيها كأداء في الملعب وكأداء لطاقم التحكيم. طاقم التحكيم النهارده كان بقيادة الحكم مصطفى الشهدي، عندنا المساعد الأول هاني خيري، المساعد الثاني عماد العقاد، الحكم الرابع محمود منصور، كان على تقنية الفار وائل فرحان ومحمد محمود لطفي. خلينا نروح للاختبار المهم في هذه المباراة. كان في الدقيقة 82 حكم مصطفى الشهدي بيحتسب ركلة جزاء. هل هي صحيحة؟ تعالوا نشوف الحالة ونشوف. هنا أول حاجة بنتكلم فيها تمركز الحكم. نشوف الحكم كان فين، نشوف كان عنده استباقية وقراءة للحدث، كان عنده تمركز جيد وتركيز جيد. حالة هنا بنشوف محمود فرحات لاعب فاركو بيدخل بالكرة داخل منطقة الجزاء، ثم هنا بنلاقي علي جبر بيقابل وفي ركل بالقدم اليمنى، في القدم اليمنى الثابتة لمحمود فرحات. هنا الحالة هنا من الحكم لا تردد، احتسب ركلة الجزاء الصحيحة، محدش اعترض من اللاعبين. ليه؟ لأن كان هناك قناعات بأن الحكم متواجد وأن الحالة كانت حالة صحيحة. ركلة جزاء صحيحة بتحسبها الحكم في هذه المباراة، يحسب ليه تمركزه وتوقعه في هذه الحالة. بعد نهاية المباراة شفنا الحكم أشهر البطاقة الحمراء. حد بيسأل هو الحكم بعد انتهاء المباراة ممكن يشهر البطاقات؟ ممكن يشهر البطاقات لأي سلوك خارج عن النص، وده من حقه. أشهر البطاقة الحمراء لأحد الأجهزة الفنية. بشكل عام المباراة كانت ممتعة جدا، لعبا وتحكيميا وأداء من طاقم التحكيم بالكامل. تحياتي لكم في فيديو آخر، نلتقي إن شاء الله على خير.